البداية غادي تكون مع العم ديال وردة قاسم. في يديه واحد الصورة وكيقول: كيف ما تخلصت منك غادي نتخلص منها بسهولة. بصح انتي عذبتيني وبقيتي متشبتة بالحياة، لكن هي رصاصة وحدة غادي تقضي عليها، وكان وعدك غير نتخلص منها غادي نقلب عليك في البلاصة اللي كنتي فيها، وغادي نتبعك حتى انتي على الأم ديالك. ومن بعد غادي ننتقلوا عند جيدة اللي كانت واقفة قدام القصر وكتقول: ماشي من حقي نخلي هاد السر مدفون، من حقك أمير تعرف بأن ريحان باقى على قيد الحياة. أما يانيس فغادي يكون في الغرفة ديالو وباقي ما كيمشيش للمدرسة بسبب التنمر ديال الأصدقاء ديالو عليه. ريحان والصديقة ديالها مشاو للمستشفى اللي كانت فيها باش تاخد الأوراق اللي محتاجة للتسجيل في الجامعة. فمن بعد ما خداو الأوراق اللازمة من عند السكرتيرة، غادي تكون فرحانة بزاف الصديقة ديال ريحان، لأن السكرتيرة ما قالتش لريحان بأن واحد السيدة جات سولات فيك، لأن الصديقة ديال ريحان خايفة عليها وما بغات تقول ليها والو، رغم أن السكرتيرة قالت ليها راه بأن واحد السيدة كتقلب على ريحان. لكن للأسف ريحان غادي يطلب من الصديقة ديالها تمشي تتكلم مع الدكتور اللي كان كيعالجها، وهنا غادي تعرف بأن جات واحد السيدة كتسول عليها. المهم غادي نمشيو نشوفو جيدة اللي دخلت عند أمير وقالت له: خلعتيني بزاف داك الاتصال، اشنو كاين؟ قال ليها يانيس. قالت له: مالو يانيس؟ قال ليها: بسبب الأصدقاء ديالو هو ما بقاش باغي يمشي للمدرسة. قالت له: يمكن نتكلم معاه وغادي نقنعه بسرعة، إلا اضطرينا حتى أننا نغيروا له المدرسة ديالو فخلينا نغيروها ليه. قال لها: لا، الموضوع أكبر من هاد الشيء، هو بنفسه حاس أنه محروم من الأم ديالو وحتى الصور ديالها ما شايفهمش. أنا بغيت نعالج الموضوع من الأساس ديالو، وبغيت نعطيه الصور ديال الأم ديالو، لكن مع اتباع مع دكتورة اللي تقدر تنصحنا كيفاش نديرو معاه. جيدان كانت متحمسة بزاف وكانت كتظن بأنها قادرة تقول الأمير بأن ريحان على قيد الحياة، لكن ما قدرتش، وقالت له: كنظن بأن الفكرة ديالك مزيانة، وخلينا نقلبوا على أفضل دكتور اللي يقدر يتبع الحالة ديال يانيس. أما ريحان فمشات عند الدكتور ديالها من بعد ما سلمات عليه وشكراتو على داك الشيء كامل اللي دار على قبلها. فكانت غادية وقال لها ريحان: واحد الدقيقة. قالت له: تفضل. قال ليها: بغيت نقول لك بأن واحد السيدة كانت جات كتسول عليك، السيدة اللي كانوا مكلفين العائلة ديالها وهما اللي كيخلصوا عليك العلاجات ديالك، انتي وبعض المرضى اللي موجودين في هذا المستشفى. ريحان قالت ليه لربما كيسولوا على الحالة ديالي فين وصلت، بغاو يطمئنوا عليا فقط. قال لها: لربما الكلام ديالك صحيح. المهم ريحان غادي تسلم على الدكتور وغادي تمشي لعند الصديقة ديالها. اما وردة فغادي نشوفو كتدق في الغرفة ديال يانيس وبغات تدخل عنده، لكن هو رفض وتذكر الكلام ديال الاصدقاء ديالو اللي كانوا كيقولوا ليه: انت عندك زوجة الاب غادي تكون شريرة بحال دوك الزوجات الاب اللي كيكونوا في القصص. اما قاسم فهاد اللحظة غادي يجيه اتصال من عند واحد السيد وغادي يقول ليه ما قدرت تلقى حتى معلومة على ديك السيدة، كيقصدوا شي بنت اللي من بعد غادي نعرفوا شكون هي. وقال لي قاسم: واش بلعاتها الارض؟ انت خصك تقلب عليها فين ما كانت، غادي تجيبها حتى لعندي. ومن غيقطع الاتصال غيبقى يقول: تمشي فين ما تمشي في الاخير غادي نلقاك، شحال قدك تبعدي عليا، كيف ما لقيتك في الاول غادي نلقاك مره اخرى. اما ريحان فغادي نشوفوه هي والصديقه ديالها وصلوا للجامعه اللي غادي تسجل فيها، وغادي تكون فرحانه بزاف. من بعد غادي ننتقلوا لعند ورده اللي من بعد ما رفض يانيس بانه يتكلم معها، فغادي تمشي للحديقه. وفي واحد اللحظه غادي تذكر واحد اليوم فاش كانت صغيره، كانت مع واحد السيد اللي سولها على اسم الاب ديالها والام ديالها وقالتهم ليه، وكان غادي بها للبيت ديالها لانها كانت تالفه. لكن لقات واحد الراجل اللي غادي يكون العم ديالها قاسم، وقال لداك السيد: فين غادي؟ قال له: هاد البنت راه لقيتها ضايعه، انا غادي بها للبيت ديالها. قال له: انا عمها، انا غادي ناخذها. وداك السيد سول ورده: واش هذا العم ديالك؟ قالت له: وهادشي غادي يكون مر عليه كتر من 20 سنه. يعني الأحداث بدات شوية كتوضح وكتبان القصة ديال وردة
وديال قاسم، يعني هو من زمان هو كيخطط لهذا الشيء، واكيد من بعد غادي نعرفوا القصه ديالو مع ديك السيده اللي كيبحث عليها وشكون هي. فغادي نرجعوا للقصر عند امير وغادي نشوفوا بانه قدر يلقى الدكتور اللي غادي يتبع مع الحاله ديال ايانيس. اما ريحان فكيف ما شاهدنا في الحلقات السابقه طلبت من الصديقه ديالها باش تبحث على شي عمل، وبالفعل من بعد ما تسجلت في الجامعه غادي تدخل لواحد المكتبه وغادي تبقى تقلب على عروض ديال العمل، وغادي تلقى تقريبا شي ثلاثه وغادي تتصل بهم، وحتى واحد ما غادي يقبل، غيقولوا لها بانهم لقاو الشخص المناسب للعمل اللي عندهم. الصديقه ديال ريحان طمأنتها وقالت لها بانه ما كاين حتى مشكل، اكيد غادي يلقاو شي حاجه اللي تقدري تخدمي فيها وتركزي في نفس الوقت في الدراسه ديالك. جيدان غادي يتصل بها المحقق اللي كلفاتو بالقضيه ديال ريحان، وقال لها عندي لك شي معلومات اللي مهمه بزاف خصنا نتلاقاو باش نقولها لك. قالت له ارسل لي المعلومات اللي لقيتيه في الهاتف. قال لها لا، ضروري خصنا نتلاقاو وجها لوجه. الصديقه ديال ريحان كتصل بالزوج ديالها ما كيجاوبش، وكتصل حتى بالسكرتيره ديالو ما كتجاوبش. فكانت دايزه بجنب المكتب واضطرت انها تنزل وخدات معها حتى ريحان. فاش غادي تمشي غتلقى الزوج ديالها مشغول بزاف وكان عنده اصلا اجتماع. بعد انتهاء الاجتماع قالت ليه شحال وانا كنتصل بيك لكن ما كتجاوبش، واش السكرتيره في اجازه؟ قال ليها لا. صراحه هي غادرات المكتب تقريبا اسبوع دابا. قالت ليه علاش ما قلتيهاش ليا، كنت غادي نجي ونساعدك. قال ليها ما بغيتش نشغلك لانك انتيا كنتي يلاه خرجتي ريحان من المستشفى. فبقات كتفكر وكتبتسم وقالت ليه الا لقيت لك دابا سكرتيره اشنو غادي دير؟ قال ليها كيفاش سكرتيره وبهاد السرعه؟ قالت ليه ريحان كتقلب على عمل وما غاديش تلقى افضل منها، وانا غادي نساعدها لانك عارف بان عندي تجربه وانا كنت ممتازه في هذا العمل، او شنو رايك؟ قال لها ما كاين حتى مشكل، الا كانت ريحان مستعده فحتى انا غادي نرحب بها في المكتب. يعني ريحان غادي تلقى عمل عند الزوج ديال الصديقه ديالها. مباشره غادي ننتقلوا عند قاسم اللي اتصل به داك السيد اللي كلفو يقلب على شي وحده، وقال ليه واش كاين شي جديد؟ قال ليه انا لقيت المكان اللي مشات ليه البنت من بعد ما خرجت من المستشفى. قال له مزيان، صيفط لي العنوان وانا غادي نمشي برجليا لعندها، وغادي يصيفط ليه العنوان. اما امير فغادي يتصل بمكتب واحد الدكتور اللي غادي يتبع مع يانيس. فجاوبته السكرتيره وقالت ليه بان الدكتور اليوم ما كيكونش في العياده لانه كيقدم حصص مجانيه في بعض المستشفيات اللي موجوده في القرى. فقال لها بغيت ناخد موعد معاه وخدات ليه موعد. اما جيدان فطلقات بالمحقق اللي قال لها فلوسي اولا. قالت ليه قول لي شنو عندك والفلوس ما غاديش نختلفوا فيهم، غادي نعطيك داكشي اللي بغيتي والضعف. المهم جيدان قدرت تقنع المحقق بانها غادي تعطيه الفلوس فقد يقدم لها المعلومات، وقال لها هادشي اللي عندي فهاد الملف غادي يصدموك. وهنا غادي نشوفوا بان جيدان لقات بوسط الملف اللي عطاها المحقق صورة ديال الشخص اللي كان مع ريحان من الوقت اللي دخلت فيه المستشفى، وغادي تشوف ديك الصورة وغادي تبان لينا مصدومة. غادي ننتقلوا عند ريحان اللي غادي تكون مع الصديقة ديالها بجنب المدرسة اللي كيقرا فيها يانيس، وقالت ليها انا متحمسة بزاف، انا ما غاديش نقدر نشم الريحه ديالو او نبوسلو اليديدات ديالو او نلعب ليه في شعره، ولكن الشوفه ديالو تكفيني باش نعيش في هاد الحياه. غادي ننتقلوا عند جيدان اللي غادي تكون كتشوف الصوره وقالت للمحقق ما يمكنش يكون هذا الرجل عنده علاقه بريحان وبانه هو السبب فاش وقع ليها هادشي كامل. انا ما مصدقاش عيني، شنو العلاقه اللي بين هذا وبين ريحان؟ وشنو العلاقه اللي بين ريحان ووردة؟ وهنا غادي تنتهي الحلقه ديالنا مع الصدمه ديال جيدان اللي كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. وما تنساوش غدا غادي تكون حلقه جديده، وما تنساوش ايضا تخليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق. السلام عليكم.